السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. عملنا مع بعض الكحك وطلع حلو جدا وكتبتولي كومنتات عجبتني قوي. هنعمل النهاردة مع بعض الغريبة الناعمة السهل الممتنع. الغريبة دي 3 مكونات بس من غير اي افتكاسات، ودايبة وناعمة زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا. يلا بينا نبدأ بسم الله. معانا 3 مكونات: دقيق 300 جرام من الدقيق، نصه 150 جرام سمنة، نصه 75 جرام سكر. 3 مكونات بس: دقيق، نص الدقيق سمنة، نص السمنة سكر. ايه رأيكم في السهولة؟ بس كده، لا في افتكاسات ولا في اي حاجة. ونقدر نشتغل بالكوباية كمان. هنا معايا سمنة تلاجة، سمنة من التلاجة مع السكر، وهبدأ بقى كده ان انا اخلطهم مع بعض بالايد، بالمضرب اليدوي، بمضرب الكهرباء، بالعجان، باي حاجة. وزي ما قلت لكم يا ريت يا ريت يكون بالجرامات، ولو مفيش جرامات لو عملنا كوبايتين دقيق هناخد كوباية سمنة، هناخد نص كوباية سكر بودر. بنعم بقى كده الاول السكر مع السمنه علشان لما اجي اضربها ما تطرش في وشي. وممكن كمان نستخدم سمنه فلاحي، ممكن نستخدم سمنه نباتي، ممكن نستخدم خليط من الاتنين. انا عملت خليط من الاتنين. هبدا كده بقى بالمضرب الكهربائي اضربهم كده في بعض لحد بقى هوريكم المراحل اللي احنا هنمر بيها. اول حاجة بيبقى الخليط بقى كده مفرول كده خالص، ببدأ بقى اضرب كده واوقف شوية واضرب لحد ما هقول لكم بقى الخليط هيوصل ازاي. بصوا هنا كده كان في نص الضرب، بدأ بقى ان هو يبقى ناعم شوية، وبدأ لونه يفتح ويختلط بالسكر. دي بقى كده في المرحلة الأخيرة بدأ يتقل كده شبه الكريم شانتيه. وبصوا بقى بدأ يبقى عامل ازاي، زي كريمة الزبدة كده او زي الكريم شانتيه. هنا بقى كده خلاص هوقف ضرب وابدأ كده اكني بتعامل مع كريم شانتيه بالظبط. شايفين القوام بتاعها؟ بعد كده هبدأ انزل بالدقيق، وعايزة اقول لكم ملحوظة مهمة، مش هنزل بيه مرة واحدة علشان نوع السمنة ونوع الدقيق بيختلف. وطبعا هنا برضو مستخدمين دقيق فاخر 5 نجوم. وبالراحة ببدأ، مش بعجن، ببدأ ألم المكونات كده من تحت لفوق كده بالراحة. وانا هنا مش ما استخدمتش كمية الدقيق بتاعتي كلها، استخدمتهم كده الا حبة صغيرة. خلاص بقى في المرحلة دي هبدأ استخدم ايدي عشان احس العجينة واخلطها. بصوا اكني كده بربها كده، مش بعجن. اهم حاجة ان القوام معايا بيكون ناعم، وبتكون المرحلة اللي هي بعد التلزيق، ان هي ما بتلزقش في ايدي، مش بتسيح بس بتسيب كده علامة بسيطة في ايدي. هي دي المرحلة اللي بتكون تمام معايا، وابدأ ان انا اشتغل بيها. بصوا بقى كده ناعمة وجميلة. يلا نشوف حتة. هقول لكم بقى نعمل ايه. هنمسك كده حتة ونبدأ نكورها ونشوف هتعمل شقوق او شروخ ولا لا. لو ما عملتش يبقى العجينة معايا تمام. بصوا اهي ما شاء الله عليها، لا عملت ولا شققت ولا اي حاجة. طب لو شققت هتبقى محتاجة شوية سمنة كمان صغيرة. طيب احنا عايزين لما نيجي نشتغل في الفرن ما نشتغلش الكمية كلها مرة واحدة، هنبدأ تجربة بواحدة عشان احنا عارفين الحاجة غالية وحرام ما نبوظ الصاج كله. هنشتغل بواحدة، والفرن بيكون سخن هادي على درجة حرارة 160 او 170، والعجينة كون سايباها مرتاحة شوية في التلاجة. كل العوامل دي من العوامل اللي بتنجح معايا الغريبة، وما بتاخدش في الفرن غير من 12 ل 15 دقيقة. وبقفل عليها بتكون لسه عجين وبتكون لسه نية، ما بحركهاش نهائي من الصاج، بسيبها زي ما هي تبرد تماما وهي بقى بتشد نفسها. الغريبة ما بتاخدش لون من تحت، بتفضل بيضة من تحت. طيب انا لو دخلتها الفرن وساحت وفرشت، هيبقى هي محتاجة كانت ان هي تسقع شوية في التلاجة، ومحتاجة يعني ان هي تكون رشة دقيق كمان. طب لو شققت هتبقى محتاجة سمنة. طب لو انا حاطة المكونات كلها صح وعجينتي صح وساحت، يبقى الفرن عالي. اهم حاجة الفرن يكون هادي خالص على درجة حرارة 160 او 170. العجينة تكون ساقعة شوية في التلاجة
انا بشكلها وهي ساقعه، وبحط الصاج بعد ما اخلصه وهي ساقعه، بسيبها من 12 ل 15 دقيقه، بقفل عليها واسيبها بره ما بحركهاش. انا بعد ما كورتها بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. عايزين تحطوا فيها لوز، سوداني، مكسرات، الحلويات المسكره، عايزين تسيبوها ساده خالص، اللي يعجبكم. انا هنا بقى ايه، عملت شويه كده ساده، بصوا البصمه كده ايه، وعملت شويه باللوز وعملت شويه بالحلويات المسكره. وفرني هنا مشغلاه، وعملت التست الاولاني والحمد لله تمام. زي ما قلت لكم كده، جربوها كده وتوكلوا على الله كده وفرحوا ولادكم، وهتعملوا حاجه جميله. يعني انا الكميه اللي عملتها دي طلعت لي صينيتين من دول، وحجمها كده يبقى صغنن قد القطمه. طبعا بعد ما شكلتها هدخلها التلاجة شوية، وبعد كده ادخلها الفرن. ما دخلهاش الفرن على طول عشان بتكون السمنة خلاص بقت سخنة بسبب حركة الايد وحرارة الايد. وبعد كده ادخلها الفرن. هنا بقى كانت خلاص خرجت من الفرن وتمام التمام، ويعني عايزه اقول لكم كانت ريحتها جايبه الدنيا يعني. طبعا زي ما دخلت زي ما خرجت، اديكوا شايفين اهو، لا ساحت ولا بصمت ولا حصل لها اي حاجه اهي. شايفين جميله وما نحركهاش خالص. بصوا بقى كمان من تحت اللون تحفه، مش واخده لون بقى ايه اللي هو بقى ايه بني اهي. بصوا هوريها لكم تاني اهي، لون ابيض، مش اخده بقى ايه لون بني بقى ولا اي حاجه. دي اهم حاجه من عوامل نجاحها. الغريبه دي يعني السهل الممتنع، اسهل حاجه ممكن تعملوها وتفرحوا ولادكم بيها، ما فيهاش مكونات، ما فيهاش افتكاسات. وده كان الشكل النهائي بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كل سنه وانتم طيبين ودايما معيدين، واشوفكم على الف خير. مع السلامه.